إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضية. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضية، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. يا أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في قلب الكرة المصرية بكل تفاصيلها، من سباق الأهلي مع الزمن في الميركاتو لجدل تاريخي كبير مع الزمالك، وهنوصل لحد الدراما دوري أبطال أوروبا وعاصفة إعلامية عندنا في مصر. يلا بينا نشوف الحكاية إيه. صفقات جديدة، جدل تاريخي، وخناقة إعلامية. إيه اللي بيحصل بالظبط في الكرة المصرية؟ ده اللي هنحاول نفهمه مع بعض في الدقايق اللي جاية. طيب، خلونا نبدأ بأول قسم، تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات. القصة كلها إنه في سباق حقيقي مع الزمن علشان يجيبوا مهاجم أجنبي جديد. الضغط بيزيد كل دقيقة. شوفوا، فاضل للأهلي أسبوع واحد بس عشان يسجل اللعيبة في القائمة الإفريقية، وأسبوعين للقائمة المحلية، يعني الوقت حرفياً بيجري منهم. وفي وسط الزحمة دي عندنا حكاية أليو ديونج. نادي فالنسيا الإسباني مقدم عرض بنص مليون يورو، لكن الأهلي متمسك بمليون يورو، يعني ضعف المبلغ، والمفاوضات حالياً يعني واقفة. بس في أخبار حلوة برضو. الأهلي خلاص بيخلص في صفقة الشاب الأردني عودة الفخوري، لاعب عنده 20 سنة، بيلعب جناح، سريع وقوي وطويل. والمفاجأة إن اللي اكتشفوه هو كابتن محمود الجوهري وهو عنده 8 سنين بس. والأهم من كل ده إنه أصغر هداف في تاريخ كأس الأردن، موهبة كبيرة يعني. طيب، نسيب سوق الانتقالات ونروح لقسمنا التاني. هنا بقى بندخل في جدل تاريخي كبير بين الأهلي والزمالك، وحاجة كده زي إعادة كتابة جزء من التاريخ. كلنا نعرف إن عدد اللاعيبة اللي لعبوا للناديين هو 39 لاعب، ده الرقم المشهور والمتداول اللي كلنا حافظينه. بس يا ترى هو ده الرقم الصح؟ لا، المفاجأة اللي بيفجرها المصدر بتاعنا بتقول إن الرقم الحقيقي بيتجاوز 70 لاعب. متخيلين الفرق؟ ده فرق ضخم بيغير كتير من اللي كنا نعرفه عن تاريخ القطبين. طب إزاي؟ السر كله في الأسماء اللي محدش بقى فاكرها. يعني عندنا أمثلة زي إيكن حسين وزكي عثمان في الخمسينات، وأحمد عفت اللي كسب الدوري مع الناديين. دول مجرد كام اسم من قائمة طويلة جدا الإحصائيات المشهورة تجاهلتها تماما. والآن خلينا ننتقل لموضوع القيادة والمسؤولية. هنبص على انتقادات قوية جدا لإدارات الكرة، سواء في مصر أو على مستوى القارة كلها في أفريقيا. المصدر هنا بيوصف المؤتمر الصحفي اللي جاي لاتحاد الكرة بأنه ملوش أي لازمة، وبيقول بسخرية إن السيناريو محفوظ. أول حاجة، المدرب هيبرر الخسارة. تاني حاجة، الرئيس هيعلن عن خطة تطوير شكلية. تالت حاجة، الوزير هيجدد الثقة في الكل. طب والنتيجة في الآخر؟ ولا أي تغيير حقيقي. والإحساس ده بالإحباط من القيادات مش في مصر بس على فكرة، الموضوع بيكبر وبيتحول لأزمة على مستوى القارة كلها. شوفوا اللي حصل مع مدرب منتخب السنغال، قرر ياخد اللعيبة وينسحب من الملعب. دلوقتي هو بيواجه عقوبات قاسية جدا من الكاف والفيفا، وممكن يتمنع من المشاركة في كأس العالم اللي جاية. والمشكلة إن اللعيبة اللي سمعوا كلامه اتصوروا وهم كمان هيتعاقبوا. طيب، نغير الأجواء خالص ونطلع على أوروبا. القسم الرابع عن دراما دوري الأبطال والصراع الأبدي بين قصص الفرق الصغيرة التي تحلم وبين سيطرة وهيمنة الفرق الكبيرة. والنتائج دي بتثبت إن زمن الفرق الصغيرة لسه مخلصش. بودو جيلمت النرويجي بيكسب مانشستر سيتي، وكاراباخ الأذربيجاني بيتغلب على فرانكفورت. هي دي حلاوة الكورة والمفاجآت اللي بنحبها. لكن قصاد المفاجآت دي في حقيقة واضحة زي الشمس، السيطرة الإنجليزية المطلقة. 5 فرق من إنجلترا موجودين في دور ال8 لدوري الأبطال. الرقم ده أكتر من اللي عند ألمانيا وإسبانيا مع بعض. وفي وسط كل التنافس الشرس ده بنلاقي لقطة إنسانية جميلة قوي. الرقم ده 374 هو عدد جماهير مانشستر سيتي اللي سافروا النرويج. بعد الخسارة، لاعيبة الفريق قرروا يعوضوهم عن 8 تذاكر السفر بالكامل. ونوصل بقى للقسم الأخير والأكثر جدلاً، هجوم شرس على شخصية إعلامية معروفة واتهامات بالنفاق وعدم الولاء. المصدر بيوصف الشخصية دي بعبارة قوية جداً، هبيط بدرجة شيطان. كلمة هبيط دي كلمة عامية معناها إنه بيقول أي كلام مثير للجدل وخلاص. الوصف لوحده يبين حجم الهجوم.
أساس الاتهام كله هو النفاق. إزاي؟ هو بيوصف لاعب انتقل بشكل قانوني وطبيعي بإنه خائن. في نفس الوقت المصدر بيفكرنا إن الشخصية الإعلامية دي نفسها هربت من ناديها وهي عندها 17 سنة عشان تروح بلجيكا. والموضوع ده مش أول مرة. المصدر بيعدد مواقف تانية للشخصية دي، زي إنه شكك في فوز مصر بكاس أفريقيا 3 مرات ورا بعض، واتهم الكابتن حسن شحاتة إنه كان بيستخدم السحر والشعوذة، ودايما بيقلل من إنجازات المنتخب ولاعيبته. وفي الآخر كل القصص دي بتخلينا نسأل سؤال مهم جدا: هو الولاء للنادي بينتهي فين والمسؤولية الإعلامية بتبدأ منين؟ سؤال كبير محتاجين كلنا نفكر فيه. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.